سيدي الشيخ محمود الحوت حفظه الله تعالى وأمد في عمره لسوريا وللأمة الإسلامية جمعاء. في كاتب سعودي أمس جاب لي واحد الكتاب اسمه لا تحزن، ما أبدأ أقول اسم الكاتب، عم بيقول لي فتحنا الكتاب، عم بذكر انه الآية ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إيش عم بذكر شيء مضحك الحقيقة، هو هذا الكاتب. ذلك الكتاب يعني بدنا نكون نحن واعين تماما ونسأل الكتاب اللي نقرأه أو بيقرأه ابني، بدي أسأل مين هذا الكاتب، لأنه بنفس الكتاب هذا الكاتب بالذات أنا عم بقرأ الكتاب وإذا عم بيقول إن إحياء علوم الدين للغزالي، في عنا سيدنا الغزالي أبو حامد، هذا لقب حجة الإسلام، كان توفي في سنة 505 هجري، يعني صار له حوالي 900 عام ونيف. الإمام الغزالي أبو حامد هذا كان حجة الإسلام، ألف كتابه إحياء علوم الدين، ما ألف كتاب حتى اليوم مثله. وكان علماءنا يقولون لنا، علماءنا مشايخنا في حلب الكبار الأتقياء الأولياء الصلحاء العارفين، يقولون لنا بيع اللحية واشتري الإحياء، يعني إذا ما عندك غير لحيتك تبيعها بيعها واشتري كتاب إحياء علوم الدين، لأن هذا الكتاب يقول عنه الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، يقول كاد الإحياء أن يكون قرآنا، كاد الإحياء أن يكون قرآنا. وقال أحد الأئمة أيضا لو جازت الصلاة بغير أو لا، لو أنطق الله الأموات لما أوصوا الأحياء إلا بما في كتاب الإحياء. يعني لو الله أحيا الأموات قلنا له للأموات إيش بتوصونا؟ بقولون اقرأوا كتاب الإحياء واعملوا بما فيه. كتاب الإحياء علوم الدين 4 أجزاء، 4 مجلدات، قسمه الإمام الغزالي إلى عبادات وعادات ومهلكات ومنجيات، كتاب ما ألف مثله أبدا. هذا الكاتب السعودي اليوم اللي اسم كتابه لا تحزن، قال انباع من كتابه 2,000,000 نسخة، 3 ملايين، يعني دارج كثير حتى في بلادنا. شوفوا الخطورة. أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. ليش عم بقول الكلام؟ لأنه عم بيقول على الإمام الغزالي بدل ما يمدح ويثني عليه يقول هذا الكتاب يجب أن يقرأه كل مسلم، يقول بالحرف الواحد، يقول إن إحياء علوم الدين للغزالي دعوة صارخة للتجويع والعري والبهدلة. قلنا له يا مبهدل، الإمام الغزالي ما خرجك أنت تقرأ كتاب الإمام الغزالي، الإمام الغزالي الذي يقول عنه الإمام النووي، وما أدراكم ما الإمام النووي، صاحب شرح صحيح مسلم اللي شرحه ب10 مجلدات. الإمام النووي أحد أئمة الهدى، يقول عن كتاب إحياء علوم الدين كاد إحياء علوم الدين أن يكون قرآنا. وهذا حضرته الشيخ المتلفز الملون يقول عن إحياء علوم الدين، يقول إنه دعوة صارخة للتجويع والعري والبهدلة. أنا قرأت كتاب إحياء علوم الدين مرارا وتكرارا، ليس فيه إلا دعوة للاقتداء بالنبي. نعم، ويدعو إلى الزهد في الدنيا، يدعو إلى تقليل الطعام، يدعو إلى تجويع النفس، يعني النفس يعني يدعوها إلى الصيام، إلى تقليل الطعام، إلى الرياضة، رياضة النفس وتزكيتها وطهارتها، ويدعو إلى الاقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. هل هذا دعوة صارخة إلى التجويع والعري بعد تقول والبهدلة؟ المهم هذا يقول في هذا الكتاب، يقول يذكر رئيس الولايات المتحدة جورج بوش، هيك عم بكتب انه جورج بوش قال بزمانه حضر جنازة بريجنيف رئيس الاتحاد السوفيتي، يعني تبع روسيا قبل ما تتفرق الولايات المتحدة. لما مات بريجنيف رئيس الاتحاد السوفيتي حضر جنازته جورج بوش قبل ما يصير رئيس. قال
شاف جنازته مظلمة ما فيها روح. المظلم هذا شاف جنازة بريجنيف انه مظلمة ما فيها روح. بس لهون انتهى كلام جورج بوش. عم بيعلق صاحب الكتاب، كتاب لا تحزن، هذا الشيخ السعودي، عم بيقول هذا امر طبيعي، لانه جورج بوش هذا من اهل الكتاب، هذا من اهل الكتاب، واهل الكتاب هذول اقرب الى الذين امنوا. قال تعالى: ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. وقفوا قلنا له ما كمل الايه. ما النصارى هذول الذين قالوا انا نصارى؟ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. أنزل إليك ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واكتبنا مع الشاهدين. فأثابهم الله جنات بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. هذول أسلموا مثل النجاشي نصراني آمن بالله ورسوله. هذا بتقيس جورج بوش على النجاشي؟ بتقول انه جورج بوش قال ما شاف فيها روح ولا شاف فيها نور. منين بده يشوف فيها نور؟ هو كله ظلمه. جورج بوش جد جورج بوش كتب كتابا في ذم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم في هذه الايام يعيد جورج بوش طباعة كتاب جده الذي ذم فيه سيدنا محمد. أعاد طباعته لأنه في عنده نور حتى يدرك الظلمة. الكفر كله ملة واحدة. يعني إذا جبنا شيوعي وجبنا نصراني وجبنا يهودي وجبنا عابد بقر وجبنا بوذي، الكفر كله ملة واحدة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إنا نصارى. النصارى كفار، اليهود كفار، الشيوعيين كفار، عباد البقر كفار، البوذيون كفار. الكفر كله ملة واحدة. منين بده يكون عنده نور؟ مين بده يدرك الظلمة؟ اللي بيكون عنده نور بقول هون في ظلمة. اما الظلمة ما بتدرك نفسها حتى تدرك غيرها. الظلام كله ظلام مع ظلام. اما حط النور مع الظلام بحسن بيميز، قول هون ظلمة هون نور. فهو مظلم، وهذا الكاتب كمان مظلم، لانه عمال يمدح الظلمة، عم بيمدح المظلم، وعم بيذم اهل النور، عم بيذم كتاب احياء علوم الدين للامام الغزالي رضي الله تعالى عنك يا امام الغزالي. قلنا